ايه رأيك لو معاكي 100 جنيه اخليكي تعملي اكلة محترمة من السرافيز اللي انت شايفاها دي؟ تكفي أسرة من 5 أو 6 أفراد، وهتأكليهم فراخ. ازاي الكلام دوت؟ شوفي لي الحلاوة اللي قدامك دي. عاملين 3 أصناف جديدة جدا على المطابخ بتاعتنا، طعمها حلو قوي، الولاد هيحبوها بأقل التكاليف. بما انكم قلتولي انت ملكة التوفير، فلازم اللقب ده ما يكونش من فراغ يا جماعة، لازم اعمل لكم توفير التوفير. واول حاجه في توفير النهارده ايه السرفيزي القمر ده؟ ده ايه يا شيماء؟ ده برغل، بس البرغل الحبه الكامله. معمول عليه ايه بقى؟ معمول عليه شيش طاووق، بس مش عاملاه في اسياخ، عاملينه في الوok كده. تعالوا شوفوا لي الحلاوه والقمر. بصوا فيها اكله. بصي مش هتحتاجي جنبها اي حاجه غير شويه سلطه او شويه مخلل، ده او ده. تعالي بقى شوفي لي طبق الاجنحه ده. احنا قلنا مش هنتخطى ال 100 جنيه في الاكل. احنا دلوقتي كيلو الاجنحه ب 60 جنيه. تمام، اللي قدامك في السرفيس ده كيلو أجنحة، غسلينه حلو ومنضفينه ومخلينه زي القمر كده زي ما انتم شايفين. وعملناه في الوok اللي قدامكم ده مش مشوي. هو انت هتشوفيه وهتدوقيه هتقولي ده مشوي في الفرن، بس احنا عاملينه في الوok وهوريكم الطريقة ازاي. تعالي بقى لاخر سيرفيز القمر ده اللي بينزل في القلب مش في المعدة حرفيا. ده ايه يا شيماء؟ عارفين الكبد والقوانص، عارفين المزالكة، بس احنا دلعناها شوية وعملنا معاها بطاطس محمرة بتشويحة كده جميلة. هتعجبكم قوي، بقول لكم الاكلات دي جديده قوي على المطابخ بتاعتنا، وطعمها غايه في الروعه. تعالوا شوفوا لي بقى عملنا ايه. اول مقادير معانا بتاعه الكبد والقوانص. معايا كيلو كبد وقوانص غسلينه ومنضفينه مقطعينه مكعبات صغيره. معانا قطع 3 قطع بصل وكم فص ثوم. معانا فلفل الوان، معانا طماطم مكعبات. معانا كيس كنور 11 بهار فلفل اسمر. توابل فراخ، بابريكا، ملح، مكعب ماجي. في اسهل من كده؟ مفيش اسهل من كده. نجيب ودي شويه بطاطس بحمرها. انت بقى حمري بطاطس على قد ما انت عاوزه، 4 5 6 7 بطاطسيات. البطاطس هتاكلوها قبل الكبد والقوانص في التشويحة اللي احنا هنعملها دي. حرفيا أكلة يا جماعة. بس دي بقى أنا بقولك ما تعمليش جنبها سلطة، دي جنبها طبق مخلل كده أو طبق ترشي بلدي، يا خبر أبيض بقى، على 20 30 رغيف كده، ونودع بقى ايه الرجيم والدايت. بصوا بقى، مبدئيا حطيت في الوك شويه زيت وخليتها سخنت قوي. هنزل بالكبد والقوانص بتاعتي وهديها كام تشويحه كده، وهسيبها هتنزل الميه بتاعتها، وهسيبها على نار متوسطه لحد ما تشرب الميه تاني، عشان انا عاوزه القوانص معانا تستوي. فهنسيبها بقى. بصوا هي انا قربت لكم شويه التصوير، هتلاقوا الميه بتاعتها نزلت السوائل بتاعتها. هتفضل بقى تاخد وتدي كده بشكل ودي مع نفسها لحد ما تتشرب خالص السوائل تاني، وتبدأ بقى ايه تستوي معايا. تمام كده. اول ما بطلت السوائل كده خلاص هتبدأ تنشف، هبدأ بقى اقلب فيها، وهنبدأ ننزل بقى ايه بالمكونات بتاعتنا. البصل انا مقطعاه مكعبات كبيرة. ليه؟ انا عاوزاه ظاهر ويبان في الاكل معايا. يعني بلاش تعمليه في الكبة او مبشور او ناعم، لا قطعيه مكعبات كبيرة. وحتى التوم مش حاطاه مفروم، مقطعه شرايح صغيره. هنزل بقى بكيس البهارات اللي هو بتاع كنور ال 11 بهار، ده بيوفر معاكي قوي في التوابل. وهننزل بشويه فلفل اسمر مكعب مرقه، بابريكا، توابل فراخ، بس مش اكتر من كده. هندي بقى كام تقليبه كده. انا مقطعه طبق فيه ايه بقى، مقطعه فلفل احمر على فلفل اخضر، لو عندك فلفل اصفر قطعي، ومقطعه عدد 3 طماطميات مكعبات برضو صغيره. هفضل اقلب فيها بقى، اشوح فيها على النار كده. طبعا انا مش معليه النار قوي ومش مهديها، النار بتاعت البوتاجاز متوسطه. وهفضل بس اشوح ايه، هديها كام تقليبه كده. وبعد كده هنفضل لنا ايه، انا غاليه ميه في الكتل علشان انزل بميه، انا عاوزه اعمل لها شويه صوص. نزلت بحوالي نص كوبايه ميه مغليه، مش اكتر من كده. وما تحطيش الميه بارده، باكد عليكي حطي الميه مغليه مع سخونه اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. الكبد والقوانص والحاجات اللي بنقلبها هتبدأ ايه تشكشك كده زي ما بيقولوا مع نفسها. بس كده اكلتنا جهزت. هنعمل ايه بقى؟ الصوص ده انا عاوزاه، الصوص ده هو اللي ايه هيتشرب مع البطاطس المحمرة اللي احنا عاملينها مكعبات. هقلب بقى البطاطس كام تقليبة كده. عاوزة اقول لكم ال- الأكلة دي بتنزل في القلب، جربوها. وبأمانة ربنا اللي هيجربها يكتب لي في الكومنتات ويقول لي ايه رأيه بكل أمانة، لأن الأكلة دي من أحب الأكلات على قلبنا فوق ما تتخيلوا. دي بقى ايه
حرفيا احلى من اللحمة، جربوها. ندخل على الوصفة التانية، القمر برضو بزيادة. الأكلة دي الأساسي معانا فيها زي ما قلت لكم البرغل، الحبة الكاملة، حبة فريك اعملي مفيش أي مشكلة. معانا بصلاية مقطعينها مكعبات، معانا مكعبات فلفل ألوان وطماطميتين برضو مكعبات، معانا وركين مخليين مقطعينهم مكعبات، معانا بهارات فراخ، بابريكا مكعبين، ماجي، فلفل أسمر، وكيس كنور ال11 بهار، وشوية ملح. تعالوا بقى نجيب الحلة بتاعتنا ونبدأ ايه، نعمل الوصفة بتاعتنا القمر. الوصفة دي بتتعمل على مرحلتين. اول مرحلة هنعملها هنعمل البرغل، تمام. هنجيب معلقة سمنة بلدي كده حلوة، حابة تحطي زيت مفيش اي مشكلة، بس احنا ايه بنعلي القيمة الغذائية شوية. على فكرة الاكلة البرغل اللي انا بعمله ده في دول كتير قوي عربية بتعمله بديل الرز، تمام. وبصراحة يعني هو انا دقته بس مش هنا، دقته بره، يعني حاجة كده قمر. كله فايده وقيمه غذائيه. مبدئيا للي عامل حميه غذائيه يبقى إيه، يستبدل، يشيلوا معلقه السمنه البلدي اللي انا حطاها دي وشويه زيت زيتون واعمليه. هتبصي كل الفوائد فيه. انت حاطه شويه خضروات اصلا، الفلفل الالوان والطماطم والبصل، ومفيش طبعا نشويات، فده بقى مش قادره اقول لكم على كميه الغذاء اللي فيه. بيتعمل بنفس طريقة الرز بتاعنا حرفيا. شفت الرز احنا بنعمله ازاي؟ بس البرغل على فكرة، البرغل انا غسلاه مش نقعاه، ما بيتنقعش، تمام كده. كوباية البرغل بيتحط لها كوباية ونص مية، فانت لو حابة تعايريه مفيش اي مشكلة. لكن انا يعني انا بحط يعني انا عيني ميزان بالنسبة للاكل، علشان انا ايدي فيه على طول. لكن انت لو لسه جديدة في المطبخ، لا عايري بالكوبايات. انا زيك وانا صغيرة اول ما اتجوزت كان الرز لازم اعمله بمعيار. نزلنا بالتوابل بتاعتنا، ونزلنا بقى بالفلفل الالوان وبالطماطم. لو كان عندك بقى، انا ما كانش عندي جزر، لو كان في جزر نبشر جزرايه او نقطعها مكعبات صغيره. زي ما بقولك كل ما بتحطي خضروات فيه كل ما بتعلي القيمه الغذائيه بتاعته، تمام كده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. هنزل بقى بالميه بتاعتي برضو تكون ميه مغليه زي الرز، ليه انا عاوزاه مفلفل، تمام كده. لو وصلتي معايا لحد هنا ما تنسيش اللايك والكومنت. وبرحب بكل اخواتي الجداد منورين قلبي، واخواتي القدام انتم منورين قلبي برضو. ربنا يديمكم نعمة في حياتي ويخليكم ليا، وما تحرمش من كومنتاتكم وكلامكم القمر اللي زي قلوبكم. حطينا المية بتاعتنا، هظبط الملح بتاعي وهديله كام تقليبة. اول ما يغلي هغطي الحلة اسيبه لحد ما يتشرب. زي انا بقولك زي الرز، عامليه كأنك بتعملي رز بالظبط. واول ما يتشرب معانا بنهدي النار، يعني ايه اللي هي بنهديها خالص. وعندك شياطة حطيها برضو على البوتاجاز وسيبيه يستوي بقى مع نفسه زي الرز بالظبط. الموضوع اسهل ما يكون يا جماعة، وطعمه تحفة لو هتعمليه كده من غير الشيش طاووق اللي احنا هنعمله. صدقيني ده يتاكل بس كده مع طبق سلطة، حاجة كده عظيمة يا جماعة، عظيمة والله العظيم. هديت النار عليه وسبته بقى مع نفسه. تعالوا بقى ايه، هو دخل معايا على سوا. هنعمل بقى ايه الشيش طاووق الطاسه الجاهز معانا. هتسخني بقى شويه زيت، معلقه سمنه، الماده الدهنيه اللي انت عاوزاها. طبعا الوراك بتاعتنا دي احنا غاسلينها بطحينه ومصفيينها ومخلينها زي القمر ومقطعينها. هفضل اديها كام تشويحه كده، والموضوع سهل قوي. علشان احنا مقطعينها مكعبات، الوركين مقطعينهم مكعبات صغيرة قوي، فهي مش هياخد معايا سوا خالص. بكام الوركين دول؟ الوركين دول شارياهم ب62 جنيه. فمعاكي بقى بقية ال100 جنيه تجيبي منها برغل، تجيبي فريك، حابة تعملي برز بس. بصي ايا كان انتي الخطوات كلها في ايديكي، بس جربي الفريك ده او البرغل الحبة الكاملة ده هيعجبك فوق ما تتخيلي. بصي بقى التوابل بتاعتنا دي: بابريكا، كاري مهران، ايه تاني يا شيماء، توم باودر، بصل باودر، وشوية ملح. هنقلب الكلام ده كويس قوي. انا ما حطيتش اي سوائل معايا، انا ما حطيتش ميه او اي حاجه، تمام. ما بتعوزش نحط لها حاجه. هو كل اللي هنحطه معلقه الصويا صوص الفاتحه اللي انتوا شايفينها دي، بس مش اكتر من كده. وهنفضل بقى نقلب وهنهدي النار شويه وهنغطيها. ليه؟ علشان انا عاوزه اللحمه بتاعه الشيش طاووق تكون دايبه معايا. فانا ههدي النار عليها شويه واغطيها فيما يعادل، يعني مش هتكمل 10 دقايق، وهتكون استوت معايا بالشكل اللي هتشوفوه. موضوع سهل فوق ما تتخيلوا.
هنا فات معايا يعني حوالي 10 دقايق مش اكتر من كده. هبص عليها بقى واشوفها خلاص كده جهزت معايا. وكمان اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. البرغل بتاعي استوى وفلفل وبقى زي القمر. مش قادرة اقول لكم الحلاوة. تعالوا بقى نعمل اخر وصفة، وصفة الاجنحة المشوية اللي مش هتخش الفرن، هي مشوية بس مش هتخش الفرن. هنزل بالاجنحة بتاعتي بعد المادة الدهنية بتاعتي سواء سمنة او زيت ما سخنت قوي. وانتبهوا بقى للكلام اللي انا هقوله لان الكاميرا خانتني وما صورتش الجزء اللي انا هشرحه لكم ده. المكونات نفسها ما ظهرتش غير يعني الكاميرا لقيتها كانت فاصلة وظهر بعد ما حطيتها. فانا هقول لكم المكونات ورقة وقلم يا ستي الكل كده واكتبي معايا. معلقة فلفل اسمر، معلقة بهارات فراخ، معلقة بابريكا. بس الثلاث حاجات دول معلقة بابريكا، معلقة فلفل اسمر، معلقة بهارات فراخ. هنقلب الكلام ده كويس قوي. تعالي لي في الصوصات اللي هننزل بيها. هنحط معلقتين باربيكيو صوص، هنحط معلقتين كاتشب، معلقة عسل نحل، معلقتين صويا صوص فاتحة. تمام كده. اديني قلت لك كل المقادير اللي انا حطيتها. في مكون بقى هنحطه في الاخر خالص اما الوصفة تستوي معايا. ده هقول لك عليه في الاخر اما نيجي نحطه. تمام كده. اعيد لك تاني التوابل بتاعتنا: فلفل اسمر، بابريكا، بهارات فراخ، وهنظبط الملح بتاعنا طبعا. الصوصات اللي حطيناها: حطينا معلقتين صوص باربيكيو، حطينا معلقتين كاتشب، حطينا معلقة عسل نحل، حطينا معلقتين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صويا صوص فاتحة. تمام كده. الصوصات دي بتديكي طعم كده ايه، سويت اند ساور، يعني بتديكي ايه، حادق وحلو في قلب بعض، ميكس كده. عاوزه اقول لك ياخد العقل، ياخد العقل صدقيني حرفيا. يعني انت دي اكتر طلق، اكتر طبق اما تعمليه صدقيني هيطلب منك، يعني بصي اسبوعيا هيطلب منك الطبق ده. تمام. هنقلب بقى زي ما انتوا شايفين كده على كل ناحية لحد ما تبدأ تاخد معايا لون. دي ما بيتحط لهاش اي حاجة وبتستوي، تأكدي انها بتستوي 100%، ما تقلقيش منها. فراخنا منضفينها كويس قوي، دعكنها بدعكة. انا بحب احط معلقة طحينة كده وعصرة ليمون، وبعد كده اشطف الطيور بتاعتي علشان ما مش بحب ريحة الفراخ اللي هي الزفارة والكلام ده. فبصراحة اكتر حاجة بتخليها تختفي تماما الطحينة، معلقة الطحينة في تنظيف الطيور، وعصرتين ليمون كده، وانقعي شوية بيهم ودعكي بيهم الطيور بتاعتك، وبعد كده اشطفي تحت المية الجارية. استحالة، استحالة تلاقي لها ريحة. تعالي بقى شوفي لي بعد ما حطينا الصوصات والتوابل القمر ده. هنغطيها ونهدي النار 10 دقايق بس، مش اكتر من كده. انا محضرة ايه بقى؟ محضرة 4 فصوص توم هرساهم وعصر عليهم ليمونتين وسايباهم في بولة صغيرة كده. دول بقى التوبينج بتاعنا اللي هيتحط على القمر اللي انتوا شايفينه ده. دي حاجة عظيمة. انا بعد ما خلصت لكم التصوير الطبق ده ما قعدش 10 دقايق على على البوفيه بتاع المطبخ. 10 دقايق ما كملهمش، اختفى، اتمحى من على وشه البسيطة زي ما بيقولوا. ده لو حطيتيه لولادك هيختفي تماما، اول حاجة هياكلوها. حابة تعملي بقى جنبيه شوية بطاطس، حابة تعملي جنبيه شوية مكرونة، فمش هيقول لا. تمام كده. تعالي بقى شوفي لي الوصفات بتاعتنا اللي احنا عملناها النهارده. 3 وصفات ل3 ايام. ظبطي ايامك. برضه انا عم حبيت علشان انتوا قلتوا لي خلي لما اعمل لكم وصفات الفراخ في يوم واللحوم في يوم، فانا قلت هعمل كده هقسمها لكم كده. فدي الوصفات اللي انا عاملاها من الفراخ. ان شاء الله ان احياني ربنا وكنت من اهل الدنيا هتكون الوصفات اللي جاية هعملها لكم برضو من اللحوم. وصدقوني توفير التوفير ان شاء الله بأمر الله تعالى. لو ليكي اي سؤال، اي استفسار، اي وصفة معينة عاوزاني اعملها لك، اكتبي لي في الكومنتات. طلباتكم اوامر. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. بحبكم في الله يا اجمل اخواتي.